أهلا بالجميع في هذا الشرح السريع والمركز. الليلة نحن أمام مراجعة حاسمة، مراجعة ليلة الامتحان لجبر واحتمالات، مصممة خصيصا لترسيخ أهم المفاهيم اللي نحتاجها لاجتياز الاختبار بنجاح باهر. طبيعي جدا نحس بشوية توتر، صح؟ لكن هدفنا هنا هو تحويل هذا التوتر لثقة مطلقة بخطوات وقواعد واضحة ومباشرة. خلونا نبدأ. طيب، خطة عملنا اليوم راح تغطي 4 محاور أساسية: المعادلات الخطية، وبعدين حل المعادلات التربيعية، ثم الدوال الكسرية، ونختتم بمنطق الاحتمالات. نبدأ فوراً بالقسم الأول، المعادلات الخطية وحلولها. السر كله هنا يكمن في الميل. الخدعة السحرية حتى نعرف عدد الحلول في ثانية واحدة هي حساب الميل. ببساطة سالب معامل س مقسوم على معامل ص، لو حسبناها وطلع الميلان مختلفين ممتاز، إذن المستقيمان متقاطعان وعندنا حل واحد فقط. لكن لو طلعوا متطابقين هنا لازم نوقف وننتبه، ممكن نكون أمام مستقيمين متوازيين وفي هذه الحالة مستحيل يتقاطعوا، يعني لا يوجد أي حل، صفر حلول. إذن عندنا 3 حالات رئيسية. تكلمنا عن الميل المختلف اللي يعطينا حل واحد. طيب، نرجع للحالة اللي يطبق فيها الميلان. إيش نعمل؟ هنا لازم ندور على نقطة التقاطع مع محور الصادات. إذا كانت نقاط التقاطع مختلفة فالخطان متوازيان تماما مثل قضيبي القطار، وبالتالي عدد الحلول هو 0. أما لو تطابق الميلان واتطابقت كمان نقطة التقاطع مع محور الصادات فهنا المستقيمان منطبقان فوق بعض تماما كأنهم خط واحد، وهنا نقول إن عندنا عدد لا نهائي من الحلول. للحل الجبري لمعادلتين طريقة الحذف هي دائما الأسرع والأضمن. الفكرة ببساطة نرتب المعادلات فوق بعض وندور على المتغير اللي نقدر نتخلص منه بسهولة. نضرب إحدى المعادلتين أو الاثنين مع بعض عشان نوحد المعاملات بس بإشارات متعاكسة. بعدين نجمع المعادلتين عشان نطير واحد من المتغيرات، وهنا انتبهوا جدا للإشارات وقت الجمع، غلقة الإشارة تكلفنا كتير. بعد ما نطلع قيمة المتغير الأول نعوض فيها في أي معادلة أصلية عشان نجيب النصف الثاني من الحل بكل بساطة. الصفر، هذا الرقم له سحر خاص. لو شفنا معادلة فيها متغيرات بس من غير أي حد مطلق أو رقم ثابت، يعني مثلا ألف س زائد باء صاد يساوي 0، بدون أي تفكير نكون متأكدين إن هذا المستقيم يمر فورا بنقطة الأصل اللي هي النقطة 0 و0. ننتقل الآن للقسم الثاني، وهو من الأجزاء الثقيلة والمهمة في الاختبار: حل المعادلات التربيعية. القانون العام، الأداة الأقوى وأهم مرساة لازم نثبتها في الذاكرة: س تساوي سالب باء موجب أو سالب الجذر التربيعي لباء تربيع ناقص 4 ألف جيم، والكل مقسوم على 2 ألف. لما المعادلة ترفض تتحلل بالطرق التقليدية المريحة، هذا القانون هو منقذنا. كل اللي علينا نسويه هو استخراج قيم الألف والباء والجيم بدقة، نعوض والقانون بتكفل بالباقي. والقيمة اللي تجلس تحت الجذر التربيعي هذه نسميها المميز. وهذا يوضح لنا فكرة عبقرية. نظرة سريعة على قيمة المميز تكشف لنا القصة كلها قبل لا نكمل حل. لو النتيجة موجبة عندنا حلان، لو النتيجة 0 عندنا حل واحد فقط، ولو طلع رقم سالب تحت الجذر نوقف فورا، لأنه لا توجد حلول حقيقية وعدد الحلول هو 0 بكل تأكيد. انتبهوا من هذا الفخ الامتحان الكلاسيكي، التسرع هنا قاتل. إياكم تستخرجوا المعاملات قبل ما تنقلوا كل الحدود لطرف واحد وتخلوا المعادلة تساوي 0. أي رقم أو متغير في الطرف الثاني رح يغير إشارته لما ننقله، وبالتالي رح تتغير قيم المعاملات تماما ويضيع الحل. صفروا المعادلة أولا. ندخل الآن في القسم الثالث، وهو بيحتاج شوية تركيز: الدوال الكسرية والمجال. الكسور مش مخيفة زي ما تبدو. طيب، كيف نوجد مجال الدالة الكسرية الجبرية؟ هذا سؤال أساسي. المجال باختصار معناه إيش هي الأرقام المسموح لنا نستخدمها. قبل ما نقول القاعدة خلونا نفكر لحظة. مين هو العدو اللدود لأي كسر في الرياضيات؟ بالضبط، العدو هو الصفر في المقام. النقطة الحاسمة هنا إن المقام مستحيل يساوي 0. القسمة على 0 تعتبر حرفياً جريمة رياضية. عشان كذا المجال هو عبارة عن حفل كبير يجمع كل الأعداد الحقيقية ما عدا ضيوف غير مرغوب فيهم، وهم الأرقام اللي تخلي المقام 0. هؤلاء لازم نطردهم برا مجموعة الأعداد الحقيقية المسموحة. إذن القاعدة: جميع الأعداد الحقيقية فرق أصفار المقام. وهنا ضروري جدا نفرق بين مجال الدالة وبين أصفار الدالة الكسرية نفسها. عشان الكسر كله يساوي 0 لازم البسط هو اللي يساوي 0،
لكن بشرط إن الرقم هذا ما يخلي المقام صفر في نفس الوقت. إذن الخطوات كالتالي: نجيب أصفار البسط ونستبعد منها أي رقم موجود في أصفار المقام. الإجابة النهائية هي أصفار البسط فرق أصفار المقام. وهذا يقودنا لفخ ثاني ممكن يجي في الاختبار. في الدالة العادية قلنا نستبعد أصفار المقام عشان نطلع المجال، صح؟ لكن لو طلب مجال المعكوس الضربي فهنا إحنا بنقلب الكسر. البسط القديم صار هو المقام الجديد، والمقام القديم صار هو البسط. إذن الكسر الجديد ورث كل المشاكل من الطرفين، ولهذا المجال هنا بيكون كل الأعداد الحقيقية فرق أصفار البسط والمقام مع بعض. نصل أخيراً للقسم الرابع والأخير، الاحتمالات والأحداث، وهذا الجزء كله يعتمد على المنطق وقواعد واضحة. نسمع كتير مصطلح الأحداث المتنافية، وهو ببساطة اسم أنيق لحدثين مستحيل تماماً يقعوا في نفس اللحظة. التقاطع بينهم هو المجموعة الخالية فاي. بس انتبهوا هنا لنقطة دقيقة. لو طلب السؤال احتمال التقاطع، الاحتمال دايماً قيمة عددية، يعني الإجابة لازم تكون صفر مش فاي. وهذه عودة مرة ثانية لبطلنا اليوم، الصفر. في عالم الاحتمالات، الصفر هو الترجمة الرياضية الدقيقة للحدث المستحيل. يعني لو تخيلنا نرمي حجر نرد واحد ونقول نبغى رقم زوجي وفردي يطلعوا في نفس الرمية، هذا كلام مستحيل، وبالتالي احتماله صفر. خلونا ننتقل ونشوف كيف القواعد تنبني على بعض. لو عنا الحدث ألف عبارة عن مجموعة جزئية بالكامل داخل الحدث باء، الرياضيات هنا تصير مريحة بشكل عجيب. التقاطع اللي هو الجزء المشترك دايما بياخذ المجموعة الأصغر اللي جوا، أما الاتحاد اللي هو تجميع الكل دايما رح ياخذ المجموعة الأكبر اللي تغلفها من برا. سهل جدا. الحدث والحدث المكمل له هما مجرد نصفين يكمل واحدا صحيح. دائما لو احتمال النجاح مثلا 95%، أكيد احتمال الفشل بيكون 5% الباقية. مجموع احتمالات كل النواتج الممكنة لأي تجربة رياضية لازم ولا بد يساوي 1. قبل الختام، المقولة هذه تلخص الروح الإيجابية اللي استلهمناها من مراجعتنا. النجاح رحلة مشتركة، من يتفوقون في الامتحان يرفعون زملائهم معهم. العمل الفردي الجاد ممتاز أكيد، لكن مساعدة الزملاء وتبادل هذه القواعد وتذكير بعضنا بالأفخاخ هو اللي يخلي الفهم أعمق ويخلي طعم النجاح أحلى للجميع. ونختتم مراجعتنا بهذا السؤال: أي قانون من اللي شرحناهم الليلة رح يكون هو المفتاح السري لحل أصعب سؤال بكرة؟ فكروا في نقاط الضعف اللي عندكم واستحضروا هذه الخريطة البصرية والمنطقية أول ما تبدأ ساعة الامتحان. تذكروا القواعد، انتبهوا للأفراخ وطبقوا اللي راجعناه بثقة عالية. كل التوفيق للجميع في اختبار الغد.